السلام عليكم لي زامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. معكم الشاب ابراهيم فلالي. كيف العاده اليوم نقدم لكم واحد الوصفه ديال الكوك اللي كتباع في المحلات على هذا الشكل هذا، كنلصقوهم على هذا الشكل هذا. قبل ما نبداو لا فيديو ما تنساو ديروا لايك والاشتراك في القناه او الصفحه فيسبوك ديال الشاب ابراهيم فلالي او انستغرام ديال الشاب ابراهيم فلالي باش يوصلكم ديما جديد ان شاء الله. خليكم مع الفيديو والطريقه، تبعوا معي الفيديو. نحضروا هذه الوصفه اللي رائعه بزاف. شحال هذه ما كيدير بزاف ما كيديروهاش. اليوم نحضرها لكم بطريقه سهله، وان شاء الله الا تبعتوا الوصفه ان شاء الله غتنجح لكم 100%. الناس اللي يصيبها في الدار ولا لي باتيسريات. خليكم مع الفيديو الطريقه. نبداو الوصفه ديالنا. كناخذوا 6 البيضات، 500 غرام السكر حبوب، سكر سنيده، 250 غرام ديال الزيت، 500 غرام ديال الكوك. هادو هما المكونات اللي غنحتاجو في هاد الوصفه. الكوك يكون ميدم، ما يكونش هذاك اللي مطحون بزاف، يكون هذاك اللي شويه بحال الا نجرسيه كيكون حرش شويه، ما يكونش هذاك اللي مطحون، كيكون ميدم. هذاك هو الكوك مزيان. هذاك اللي مطحون واخا يكون ميدم ما كيجيش مزيان. ديما هذاك اللي مزيان كيكون بحال الا حكيتيه بالحكاكه، كيكون غليظ شويه. بالنسبه لهذاك اللي ما مزيانش واخا يكون ميدم هو اللي مطحون، كتلقاه مطحون هذاك ما صالحش للخدمه، كيجي هو مطحون شويه هو ما مزيانش، ما كيجيش اي حاجه درتيها بها ما كتجيش رائعه بزاف، ما عندوش المذاق ديال الكوك نهائيا. كناخذوا السنيده والكوك، جوز الهندي كناخذوه هو والبيض والزيت هما مجموعين، كنزيد معاهم البيض. بالنسبه لهذا الكوك هذا اللي قلت لكم الا كان مزيان، هذاك اللي قلت لكم الا كان مزيان، الفرق بيناتهم حتى في البيض، هو كيحتاج تزيد ليه البيض بزاف. هو الا كان هذاك اللي مطحون اللي عيان كنزيدوا ليه البيض بزاف. دابا هذا درنا ليه 6 البيضات. بالنسبه لهذاك الكوك اللي مطحون شحال غنديروه تقريبا؟ غنديروه بحال الا قلتي غنديروه غنزيدوا ليه 4 البيضات. الا درنا ليه 6 هذا اللي مزيان، هذاك غنديروا له 10 البيضات تقريبا. هذا هو الفرق بيناتهم. كناخذوا ملي كنعجنوا الكوك ديالنا مزيان بحال هكا، كناخذوا لابوش باش غنبوشيه. وهاد الادويه هذا يمكن تستعمل هذاك ديال 25 نمره 25 اللي عندهم السنين الصغار، يمكن تستعمل هذا. كنديروهم على هذا الشكل هذا. بالنسبه اللي غيصيبهم هادوك ديال اللي كيتباعوا بالكيلو تقريبا، انا نوريكم باش تصايبوه. دابا هادو كيتباعوا بالحبات، كتلصقوهم بجوج بالكراميل ولا بالشوكولا، وكتباعوا ب3 درهم حتى ل 4 درهم على حساب الكوك شنو درتي. الثمن ديالهم كتباع 4 درهم 3 درهم، هذا هو الثمن ديالهم. هما كتلصقهم بجوج، هاد جوج الحبات هادو كتلصقوهم وكيتباعوا ب3 درهم 4 درهم. هانتوما لاحظوا معايا كنبوشي على هاد الشكل هذا. بالنسبه لهادوك لهاديك اللي قلت لكم اللي بغا يصايبها على هاد الشكل هذا، هانتوما كيتباع هادي بالكيلو، وكدير ليه شويه النقيطه ديال النكهه، نكهه ديال الفرومبواز ولا ديال النكهه ديال النكهه، كديرها غير نقيطه صغيره كديرها الفوق.
غير نقيطه. ودي اللي كانت قديمه شحال هادي، النار اللي وريت لكم دابا صافي. كندخلوه للفران، الفران ما يكونش مشهد قبل ما طيبناه. الفران ما يكونش مشهد باش تفهموها مزيان. الفران ما يكونش مشهد. كنقصوا الفران 150 درجه. بالنسبه للفران ديال الدار كنقصوه مزيان، هو كنقصوه بزاف وكنغطيوه شي حاجه، كنضوب الطاوه باش ما يتحركش لتحت والفوق، حيت هو ما خصوش تجهد ليه العافيه بزاف. كنقصوا العافيه مزيان صافي. كندخلوه الفران، كنقصوا الحراره مزيان. بالنسبه للفران ديال الفلفلات وديال الضو كنديروا 150 درجه، تيخرج لنا على هذا اللون هذا، ما يكونش محمر بزاف. انتم لاحظوا معايا كيجي رائع بزاف والطريقه سهله. ان شاء الله نتمنى تجربوا الطريقه ان شاء الله. هذا هو الكوك ديالنا، كيجي على هذا الشكل هذا. غير الكوك يكون ميدم، يكون مزيان، ما يكونش هذاك اللي مطحون، باش يجيكم المذاق حتى هو رائع بزاف. يكون الكوك ميدم، الكوك ما يكونش هذاك اللي مطحون. الا كان هذاك اللي مطحون ما يجيش بحال الا كتاكل التراب. الكوك ميدم يكون هذاك اللي قلت لكم بحال الا نجرتيه، بحال الا درتيه بالنجاره، بحال الا نجرتيه. هو هذاك كيكون غليظ شويه، هذا كيكون مطحون. لا هذاك اللي لقيت هذاك اللي مطحون لا ما تاخذوا. هذاك واخا يكون ميدم ما يجيش. حتى في البيض كتزيد ليه البيض بزاف، هو كياخذ لك. دابا درنا ليه هذا 6 البيضات، هذاك غدير ليه 10 البيضات تقريبا، وما غايجيش حتى ما غايجيش مزيان. انتم لاحظوا معايا. نتمنى تجربوا الطريقه ان شاء الله، وتجربوا الوصفه، وبارطاجيو لا فيديو، تفاعلوا مع القناه والصفحه ديال شاب ابراهيم الفلالي. اللي مازال ما دخلش عندنا الصفحه القناه ديال اليوتيوب يدخل عندنا، رابط غنحطها لكم في اول تعليق ان شاء الله. وخليكم ان شاء الله مع الفيديو ان شاء الله الجاي، نحط لكم وصفات اكثر ان شاء الله.